السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله معانا في وصفة النهاردة هنعمل الصويا صوص بطريقة احترافية وجميلة جدا، موفر وجميل في البيت. معانا في التوابل بتاعتنا معلقة جنزبيل صغيرة، نص معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح صغيرة، مكعبين مرقة دجاج، كوباية عسل اسمر، معانا نص كوباية مية مغلية، ويبقى معانا معلقتين خل. بس هي دي كل المقادير بتاعتنا، والمية لازم تكون مغلية يا جماعة. هننزل بنص كوباية المية المغلية وعليها التوابل بتاعتنا، ومرقة الدجاج أساسي في الوصفة عشان يبقى طعمها زي طعم اللي بره بالظبط. مكعبين مرقة، معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل أسمر صغيرة، معلقة جنزبيل، وبس على كده. هندوب قوي، هندوب جامد قوي كل المكونات اللي هي التوابل دي في المية المغلية لحد ما نحس ان كل التوابل دابت حلوة قوي في المية المغلية. ولازم المية تبقى مغلية يا جماعة عشان تدوب كل اللي معانا ده التوابل. وان شاء الله تتابعوا الفيديو وتشوفوا هنكمله ازاي. والله انا بعمله على طول يا جماعة، ليه؟ ده بينفعني في المشاوي، الفراخ، ال البانيه المشوي، حاجات كتير، كل مثلا اللحوم المشوية، كل الحاجات اللي بيدخل فيها الشوي بيتحط عليها صويا صوص. تمام. الشيش طاووق حطينا كده، نزلنا بمعلقتين خل كبار زي ما انتم شايفين، ويبقى فيه معلقتين زيت كمان. دي كل المقادير هتمشوا عليها بالحرف، هيطلع معاكوا زي الفل. والتقليب بقى، لو حسينا ان كده التوابل خلاص اندمجت مع المية ودابت حلو، بننزل بعد كده بكوباية العسل الأسمر. ما يفرقش حاجة خالص عن الجاهز اللي بره، بل وأجمل كمان. بس طبعا احنا بنحتفظ بيه في التلاجة، لو بيقعد معايا فترة حلوة. انا خلصته ورجعت عملت تاني، وعملته معاكم قبل كده في القناة، وقلت اعمله معاكم تاني عشان حبايبي ومتابعين الجدد اللي ما شافوش الوصفات الجميلة دي. والفراخ اللي هي المخلية اللي انا لسه عاملاها، كنت حاطة منه اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي قبل كده، اللي هي الوراك المخلية. وصفة سهلة وجميلة جدا، الصويا صوص، وموفر بره الازازة برضو معانا غالية. احنا برضو عاملينه مكونات خفيفة وسهلة ومدينا نفس النتيجة بالظبط. طبعا لازم نقلب كويس جدا لحد ما العسل يندمج مع المية، ونحس ان ايه، ان بقى كله واحد. تقليب التقليب. تمام. طبعا هيدينا نتيجة هايلة يا حبايبي، وشكرا يا حبايب قلبي واخواتي لكل تعليقاتكم المحفزة الجميلة، كل كلامكم الحلو اللي بيفرحني، وتعليقاتكم القمر اللي دايما بتعلقولي بيها. صراحة انا بشكركم كتير كتير، وكل اللي دخلوا قناتي جديد، وكل الحبايب المتابعين القدام معايا، ومتشكرة قوي. واحنا بنكبر ببعضينا وبتعليقاتنا وبدعمنا لبعض يا حبايب قلبي، كتر خيركم في مصر وخارج مصر، وكل حبايب العرب، ربنا يخلينا لبعض يا رب، وكلنا اخوات وحبايب، ويديمنا نعمة في حياة بعض. تمام كده، احنا كنا بقى ايه، خلصناه كده. بصوا ما شاء الله، هو اندمج كده مع بعضين، تحسوا ان لونه بقى خلاص بقى ايه، كل المية اندمجت مع العسل والخل والزيت. هنعبيه بقى كده في ازازة وهنوريكم متعبى ازاي. ولازم مية مغلية يا جماعة، ما ينفعش ايه، مية ساقعة، مش هيدوب معانا وهيفشل معانا الوصفة. لازم نص كوباية مية مغلية. طبعا الازازة دي انا عاملاها مخصصة للصويا صوص. تمام. عندكم ازازة بلاستيك حطوا فيها اي حاجة عندكم، حطوا فيها برطمان اللي يريحكم. تمام. ده كان شكله النهائي، ويا رب يكون الوصفة الصوص صوص عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اشتراك وشير ولايك للقناة لو الفيديو عجبكم وافادكم. وده كان الباقي اللي فاض. طبعا انا احتفظت بيهم عشان كنت هعمل ساعتها وصفة الافخاد اللي هي المشوية، اللي هي المخلية دي. وده كان الشكل النهائي للصويا صوص، ويا رب تكون الوصفة افادتكم. وده كان الشكل النهائي ليه يا حبايب قلبي. جميل، بصوا جميل ازاي، ما شاء الله، زي اللي بره وافضل واحلى وانضف كمان، طعم وريحة ولون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.